بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم درت وصفة المعقودة فحبيت نشاركها معكم. هذه الوصفة للكثير من الأخوات يشتكوا منها ويقولك ما تنجح ليش، ولكن أنا بهذه الطريقة دائما تنجح لي وعمرها ما فسدت لي. فنشوفوا مع بعض الطريقة اللي نتبعها وإن شاء الله تنجح معكم هذا المرة. نروحوا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. في قدرة تحطي الكمية تاع البطاطا اللي حبيتي وتحطيها فوق النار تغلي حتى طيب. كي طيب تنقي بالحبة وهي سخونة تنقيها وتطحنيها بالحبة، ما تخليهاش حتى تبرد. بالحبة تطحنيها مليح حتى تكملي كل الكمية وتطحنيها مليح، نطحنها مليح. ثم نحط فيها الملح، كمية من الملح، التوابل اللي عندك، زعفران، فيها زعفران، الحشيش مقطع، قزبر ولا معدنوس، ثوم، وحبة بيض. انا هذه هي المقادير اللي نستعملها، ما درت لا شابليو لا فارينة. هذه هي المقادير اللي نستعملها. وانتي الا درتي كمية قليلة 2 حبات ولا ديري نصف حبة بيض، ما تخافيش منها. الا كانت جارية ولا ما تخافيش منها. كي تحطيها في الثلاجة تشد روحها، تخلطي مليح. انا استعملت المعاقة راهي سخونة ونمزجها بيدي، خلطها بيدي مليح مليح وتحطيها في الثلاجة حتى الوقت اللي تحضريها فيه، ساعة ساعتين. كي تبغي تحطيها تقليها مباشرة. ثم تخرجيها من الثلاجة تلقيها نشفت، تبداي تشكلي في حبات المعقودة، الشكل تاعها معروف، وتحطي ترمديها في الفارينة ثم في البيض، ثم تحطيها في المقلة اللي يكون زيت، تكون الزيت تسخن من قبل. انا هذه اللي نستعملها. كاين اللي يرمدها غير في البيض وحده، وكاين اللي يدير شابليو. انا هذه الطريقة اللي نستعملها. وفي العادة نشكلهم كلهم، تحطيهم في صينية ثم من بعد تبداي تقليبة سهلة مهمة. ولكن انا مع التصوير درت مباشرة، قليت بالحبة مباشرة. تحطيها في المقلة تكون يعني ما تتفتت ما تتحل. راني انا نصور ما قدرتش نقلبها امامكم، ولكن حتى الاخر حبة ما تتفتت ولا حبة. وهذه هي الوصفة تاعنا جاهزة، حبة يعني ناجحة ما فيها حتى مشكل، وسهلة سهلة التحضير. وإن شاء الله تنجحوا فيها وبالصحة والراحة، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله.